شخص والله ما حسب أي محسب، كنت ألبيه واللي يطلبه كنت أجيبه، واتضح لي بأنه داخل سم عقرب. كيف يا ناسي ما استوعبت قصة عجيبة. قال فيصل علي علواني الله يا رب تعلم الحال في ظل الظروف العصيبة، في زمان الخيانة ذي بهالراس شيب، في زمان اتضح غدر الأناس القريبة. ما يضرك سوى الشخص المقرب والأقرب، والخيانة من أقرب شخص ربي يصيبه. يا زمان النذالة كان بك الجيد يتعب، والوفي من مصيبة ينتقل له مصيبة. خانني شخص والله ما حسب أي محسب، كنت ألبيه واللي يطلبه كنت أجيبه، واتضح لي بأنه داخله سم عقرب. كيف يا ناس ما استوعبت قصة عجيبة. قصيدة بعنوان زمان الخيانة من كلمات الشاعر الشاب فيصل علي عبد الله حسن صالح علوان أبو كيان، من أبناء محافظة إب مديرية المخادر السحول سوق السبت. والقصيدة تحكي وتعبر بما فيها. يلحنها محمد العباسي ويعزفها بالعود الفنان أحمد مروان وبالإيقاع خالد فارع. فيصل علي علواني الله يا رب تعلم الحال في ظل الظروف العصيبة، في زمان الخيانة ذي بها الراس شيب، في زمان اتضح غدر الأناس القريبة. ما يضرك سوى الشخص المقرب والأقرب، والخيانة من أقرب شخص ربي يصيبه. خانني شخص والله ما حسب أي محسب، كنت ألبيه واللي يطلبه كنت أجيبه، واتضح لي بأنه داخل سم عقرب. كيف يا ناسي ما استوعبت قصة عجيبة. في بشر له من الطيبة ضياب، الجميع احذر والكل يحذر قريبه، عيب والعيب يلحق كل عايب معيب، والذي عاب في غيره يجي من يعيبه، والذي قد غدر في شخص منه مقرب بيجي غدر له من
بيده بشر حتى ولو يلتجي به. في غيره وحرض وخرب بيحصل على الخيبة 30 خيبة، والذي قد كوى غيره بنيران تلهب عاد بيوصل المكوى وبيكتوي به. هكذا كل من يقرب من النار يلعب يصطلي منها والجمر يصلى لهيبه. اي والله. والذي ما حسب العاقبة يوم حسب عاد تسمع صوته وشدة نحيبه. عاقبة كل هين كل ما كان ترعب، والعواقب عواقب مرعبة لن تسيبه. كيف يقدر بيقرب شخص من دون محسب؟ ما حسبت الذي شفته ولا أعلم بغيبه. كيف من صحن واحد كان ناكل ونشرب، بعدها خانني للأمور الغريبة. يا عجب يا عجب يا حرف شعري تعجب من ظلام الليالي والسنين العجيبة. لو عرفت ان له نية وله مكر ثعلب ما يمنته ولا كنت تسمعه ولا تجيبه.
العز رمز المكرمات العجيبة، ثم واصل رفيقي بالمعالي تعصب، يعرف قدرها العالي الكبار والشبيبة. يا جمل أنت ركن الفخر والقرن الأرجاب، جد وفي وما في نخوتك أي ريبة. والختام الصلاة صليت مع الفوج قد هاب، تبلغ